اسمعوا أحبتي إلى هذه الكلمات التي تكتب بأحرف من نور على صفحات من ذهب. قال له سفيان الثوري: هذا الإمام أمير المؤمنين في الحديث كان إذا ذكر عنده الموت بال الدم. قال له: يا بني، عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى واصبب عليه ماء الخشية واوقد عليه نار المراقبة وتناوله بكف الاستغفار واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع ودع الحرص والطمع تشفى من مرضك هذا بإذن الله. أعيد هذه الوصفة، أهديها لكل من يشكو من مرض البعد عن الله. قال: عليك بعروق الإخلاص وورق الصبر وعصير التواضع، ضع ذلك في إناء التقوى واصبب عليه ماء الخشية وأوقد عليه نار المراقبة واشربه من كأس الاستغفار وتمضمض بالورع ودع الحرص والطمع تشفى من مرضك هذا بإذن الله. اعلم حبيبي الغالي أن الدنيا دار ممر وليست بدار مقر. إذا غرتك بفتنها المزخرفة وقصورها المزركشة فتذكر عظامك حين تمسي في القبور نخرة. الدنيا دار ألم يخفيه أمل، وأمل يجزيه عمل، وعمل ينهيه أجل، ثم يجزى كل امرئ بما فعل. الدنيا كما قال علي رضي الله عنه هي 6 أشياء. الدنيا 6 أشياء: مشروب ومأكول وملبوس ومشموم ومركوب ومنكوح. أما خير مشروبها الماء وفيه يستوي الإنسان والحيوان، وأما خير ملبوسها الحرير وهو صنع دودة، وأما خير مأكولها العسل وهو صنع غزال، وأما خير مأكولها العسل وهو فضلة نحلة، وأما خير مشمومها المسك وهو صنع غزال، وأما خير مركوبها الخيل وعليه يقتل صناديد الرجال، وأما خير منكوحها المرأة تزين لك أجمل ما عندها وتبتغي منها أقبح ما عندها. شيء ما تسوى. عاش فيها نوح 1000 عام إلا 50 سنة. قالوا له: يا نوح ما الدنيا؟ قال لهم: دخلت من باب وخرجت من آخر. عاش فيها نبي الله صالح، قيل 160 عام وقيل 120 عام. لما اتاه ملك الموت ليقبض روحه قال له: كيف تقبض روحي؟ ونوح عاش 950 عام. قال له: يا نبي الله، ستأتي أمة من بعدك أعمارها بين 60 و70. قال: من هي؟ قال: أمة محمد. أمة محمد أعمارها بين 60 و70 ولا يتجاوز هذا العمر إلا قليلون. اسمعوا إلى هذه النصيحة التي ساقها لكم نبي الله صالح. قال: لو كنت من هذه الأمة لبنيت قبري حذو بيتي. فالعمر قصير والزاد قليل والذنب عظيم. نسأل الله أن يرحم في الدنيا غربتنا، وأن يرحم عند الموت وحشتنا،
وأن يثبت تحت التراب حجتنا، وأن يرحم بين يديه يوم القيامة ذل مقامنا. اللهم إنا نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها، ومن الإحسان أتمه، ومن الإنعام أعمه، ومن العيش أرغده، ومن العمر أسعده، ومن الفضل أعذبه، ومن اللطف أقربه. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واجعل تقواك زادنا، والثق بك ذخرنا واعتمادنا، وقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا. اللهم ارحمنا إذا دخل علينا ملك الموت، وارحمنا إذا انقطع عنا الصوت. اللهم ارحمنا إذا غسلونا، وارحمنا إذا كفنونا، وارحمنا إذا على أكتاف الرجال وضعونا. اللهم ارحمنا إذا لم ينفعنا دواء طبيب ولا بكاء حبيب. ارحمنا إذا وضعنا في القبور وفارقنا الأهل والدور. ارحمنا إذا نفخ في الصور وحشرنا إليك يوم النشور. اللهم يمن يومها كتابنا، ويسر حسابنا، وثقل بالحسنات موازيننا، ويسر على الصراط مرورنا. اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، فإن قعرها بعيد وحرها شديد، ولها مقامع من حديد. اللهم اسكننا الجنة دار القرار، اللهم اسكننا الجنة مع الأخيار، اللهم اسكننا الجنة مع الأبرار. اللهم لا تحرم أحدا من الحاضرين من لذة النظر إليك يا منان. اللهم أقر أعيننا بلذة النظر إليك يا رحمن. اللهم أقر أعيننا بلذة النظر إليك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا مصاحبة المصطفى في الجنان، وأكرمنا برؤيته في المنام. أحينا على سنته، أمتنا على ملته، احشرنا في زمرته، ارزقنا شفاعته، لا تحل بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله.